السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. خواتي العزيزات، اليوم راح نعمل معاكم وصفة جميلة وجديدة، شكلها مشهي نفس شكل السمك، وهي بديل للسمك، وهي عبارة عن القرع الأصفر أو اليقطين، لها أسماء عديدة. نعملها بنفس طريقة السمك ونقدمها مع الأرز، وإن شاء الله تعجب أولادكم. وأنا هالمرة عملتها بطريقتين جميلة ولذيذة جدا. أولا نحضر حبة القرع كبيرة، تكون عريضة جدا، ونقصها من المنتصف، نعمل دائرة شريحة، والملح والبهارات وبهارات السمك وبديل البيض المخفوق وفتات الخبز. وهذه هي حبة القرع، تكون عريضة من المنتصف، ونقطعها إلى شرائح، ونحضر حبة ونقشرها ونعملها بهذا الشكل حتى تكون نفس شكل السمك. ونحضر البهارات والملح ونضعها على فتات الخبز ونحركها، ونضع حبة القرع على بديل البيض ونقلبها حتى تتغطى بالكامل، ثم نضعها في فتات الخبز مع البهارات، وتغطى بالكامل من جميع الجهات بفتات الخبز أو الكراكرز إذا ما توفر عندك، ونقليها بالزيت. ونبدأ نعمل الطريقة الأخرى، وهي نحضر شريحة أخرى من القرع وندهنها بالزيت أو الزبدة، ونضع عليها الملح والبهارات، بهارات السمك تعطيها طعم أو نكهة السمك. نضع البهارات من الجهتين والملح، ونضعها بمقلاة بها زيت وقليل من الزبدة، ونقليها حتى تحمر من الجهتين وتعطينا نفس شكل السمك تماما. ونعمل واحدة أخرى، والمرة هذه نقلبها بالدقيق. نضع البهارات أولا ثم الدقيق، ثم نقلبها في بديل البيض، ثم نقلبها أيضا في فتات الخبز، ثم بعدها نقليها بالزيت وتقدم مع الأرز. جميلة جدا وشكلها جميل، وبألف صحة وهنا على أولادنا. وممكن نقدمها مع الأرز، ونعمل الأرز بالطريقة الأرز الصيني. نحمص خضار مجمدة مشكلة بملعقتين زبدة مع البهارات والملح، جميع أنواع البهارات، وتقلب جيدا مع معجون طماطم. وبعد أن ينضج الأرز نضعها على الخضار ويقلب قليلا وتقدم مع بعض، وبألف عافية.